اهلا يا اساطير، معانا النهارده حلقه انمي جميله جدا. مطولش عليكم ويلا نبدا الحلقه. تبدا الحلقه وبنشوف ابطالنا وهم داخلين الجبل، وبيبدا ديشيبارو يعرفهم عند الجبل ويقول لهم ان الجبل ده مكان لليوكاي، وان اليوكاي كانوا بيهاجموا الناس اللي بتتوه في الجبل ده، وبيقول لهم ان اسم الجبل الحقيقي هو نيجيريمو. وبتبدا سورارو تشك ان عشري جيوكي هنا، وبتكون قلقانه على ريكو عشان لو حصل اي حاجة، وبتفكر ازاي هتحميه. بعدين بيقولوا من البنات انهم خايفين، وبيقولوا لريكو يلا نمشي، وبيشدوه وبيجروا، لكن بيوقفهم كيوتسوجو وبيقول لهم استنوا، حتى لو نزلنا مفيش وسيلة مواصلات ترجعنا. الحل الافضل دلوقتي ان احنا نفضل هنا ونطلع الجبل عشان نلاقي الاكل والمية. وبيزعق ريكو بيقول لهم لا يلا نرجع للبيت. وبعدين بيقول لهم المعلم اديشيبارو حكاية اليوكاي دي مجرد خرافات، ممكن اللي احنا شفناه ده كان خدعة، وكمان في حراسة ضد اليوكاي موجودة على الجبل. وبيقول كيتسوجو لو في احتمال اننا نتهاجم كده كده معانا يورا. بعدين بتبدأ يورا تبص على ورق القوة بتاعها وتتفاجئ ان هو ممكن يخلص في اي وقت. بيوافق الكل وما بيلاقيش كيوتسوجو اي اعتراض، وبيقول لهم يلا علشان نكمل الرحلة بتاعتنا. وبعدين بيقول ليهم المعلمة تشيبارو يلا انا همشي انا بقى. وبعدين بيقول له كيوتسوجو ما تكمل معانا، احنا عايزين نسمع كمان قصص عن اليوكاي. بيقول لهم لا انا شغلي خلص كده النهارده. وبيسيبهم وبيمشي. هو نازل من على الجبل بيقابله اوتابو وبيسأله عن المكان، وبيديله بنشوف يوكاي واقف على شجرة وبيكون بيتحكم في المعلم. واول ما بيسيبه المعلم بيتفاجئ ايه اللي جابه في مكان زي ده. وبعدين بنشوف اتنين من اليوكاي بيتفقوا ان هم هيخلصوا على ريكو وعلى اللي معاه. وبعدين بيوصلوا لمكان زي فندق وبيقعدوا فيه، وبتبدأ البنات تروح على مكان زي الساونا، والولاد بيقعدوا مع بعض في أوضة. وبيكون كيتسوجو عاوز يخرج يدور على اليوكاي، لكن ريكو بيمنعه، بيقول له في يوكاي بيهجموا على البشر وما ينفعش تروحهم هناك انتوا لوحدكم، بس لو انت مصر انك تروح انا هاجي معاك. وبتكون سورارو واقفه ورا الباب، واول ما بتسمعهم بتقوم فاتحه الباب وبتقول لهم انا كمان جايه معاكم. وبيبدأ كيوسوجو وصاحبه يتحمسوا وبيروحوا. بعدين بيخرجوا كلهم عشان يروحوا يدوروا على اليوكاي. وبيكون ريكو قلقان، وبنشوف شخص من اليوكاي واقف على الشجرة فوق بيراقبهم. بعدين بنرجع للبنات وهم قاعدين في الحمام السخن ويكونوا مستمتعين، إلا كان بتكون قلقانة وتفكر في ريكو. بعدين بتقول لهم أنا همشي، ولما بتمشي بنشوف إن في شخص من اللي كانوا بيراقبوهم واقف فوق مع مخلوقات شرسة غريبة وبيبدأ يخطط عشان يهجم عليهم. وبنشوف ريكو واللي معاه ماشيين في نص الجبل، وفي واحد بيراقبهم بيستعد انه يهجم عليهم. وبنرجع للبنات في المسبح تاني وبياخدوا بالهم من المخلوقات اللي بتبص عليهم، وبيكونوا مفكرينهم ان هم الشباب اللي معاهم، لكن بيتفاجئوا بيبدأوا الوحوش دي تهجم عليهم. وبتاخد واحدة من البنات التعويذة اللي على الحيطة، لكن ما بتعملش معاهم حاجة. وبيقول لهم قائد الوحوش دي انا اللي عاملها اصلا التعويذة دي. ولما بتبدأ المخلوقات تهجم عليهم بتيجي يورا وبتنقذهم. وبنرجع لريكو واللي معاه وبيكونوا ماشيين وبيلاقوا مكان، وبيقول كيوسوجو ان ده كهف اليوكاي، وان الاسطورة بتقول ان هو كان في كاهن هنا واليوكاي خلصوا عليه واخدوا الكهف كملجأ ليهم. بعدين بيكملوا مشي وبيشوفوا مكان، وبيقول كيوسوجو انه اسمه ينبوع العين الواحدة، وبيكون مدخل ضيق. وبيقول كيوسوجو كلنا ندخل واحد ورا التاني. وبتقول سورارو انا اللي هخش الاول عشان اتأكد ان المكان امن، لكن المكان بيكون ضيق عليهم ما بتعرفش تخش. وبيبدأوا يكملوا طريقهم عادي. ويقول لها ريكو وانت ليه بتتصرفي وبغرابة كده؟ بتقول له انا بحميك بس يا سيدي ده واجبي. بيقول لها شكرا على اهتمامك، بس لازم نخلي بالنا من الاتنين دول اهم. وبنشوف الشخص اللي بيراقبهم من فوق الشجرة وبيبدأ ينفذ خطته عشان يهجم عليهم، وبيبدأ يرسل صوت في الهواء عشان يشتتهم وبيتفق الاتنين كل واحد يروح في اتجاه عشان يدوروا على اليوكاي. وبيبدأ ريكو والسورارو يجروا وراهم عشان يلحقوهم. بيقول ريكو خليكي ورا الولد التاني وانا هجري ورا كيوتسوجو. وبيجي نفس الشخص اللي كان بيراقبهم بيبدأ يهجم على سورارو، لكن بتفلت منه. وبعدين بيقفوا قدام بعض، بيفضل يضحك وبيستفز فيها وبيقرب منها وبيضرب سيفه في رجليها.
الاتنين وهي بتحاول تهجم عليه، لكن ما بتقدرش وبتضربها بالسيف وبيبعدها بعيد، وبيجي ريكو وبيلحقها قبل ما تموت. بعدين بنرجع للبنات تاني وهما بيحاربوا اليوكاي، وبتقدر يورا تتغلب عليهم كلهم، وبيجي 2 عمالقة بيقولوا ان هما تبع السيد، وبياخدوا اللي كان مع الوحوش بعيد بعد ما يكونوا خلصوا على وحوشه كلهم وبيمشوا. وبينتقل المشهد لريكو تاني وهو بينقذ سورارو، وبيبدأ يحارب الشخص ده، وبيكون العراك جامد جدا ما بينهم وبيكون طويل، لكن ريكو بيبدأ يستخدم قوته، بيطلع اليوكاي اللي جواه وبيقدر يخلص عليه، وبيبدأ يشيل سورارو على كتافه، وبيبدأ يطمنها وبيقول لها انا عارف كل حاجة عن نفسي، شكلي كده ما بتحولش غير بالليل بس. وبنشوف كانا وهي ماشية على السلم بتاع الجبل، وبتكون تايهة ومش لاقية اي حد. فجأة بيقع منها الكشاف بتاعه، ولما بتقطع عشان تاخده بتلاقي ريكو جاي في وشها بصورة اليوكاي، لكن هي بتكونش عارفة ان هو ريكو، وبيكون شايل سورارو على ايده، بيقول لها ممكن تخليها معاكي عقبال ما اروح مكان واجي. وبتشوف نضارة ريكو بتقع من ايد سورارو، تسألها بلهفة وخوف هو فين ريكو، بيقول لها ما تقلقيش بس ارجعي دلوقتي. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم يا شباب. ده كان ملخص الحكاية بتاعتنا، هننزل لكم اجزاء جديدة ان شاء الله، والسلام.